مفيش علاقة في الدنيا مش محتاجة مجهود. مفيش علاقة في الدنيا هتمشي زي ما انت متخيلها. هاخد النهاردة بس حتة صغيرة في العلاقات. لو انت ست ومعاكي جوزك، وجوزك ده قعد فترة طويلة لا بيسأل ولا بيهتم، وفعلا هو لا بيسأل ولا بيهتم، انت مش بتتخيلي، ده حقيقة. لا بيسأل ولا بيهتم ولا بيكترث للي انت بتفكري فيه، ولا عنده استعداد يتحرك من مكانه. مفيش حاجة بتفضل على حالها زي ما قلت في الفيديو اللي فات أو الفيديوهات اللي فاتت بتاع عنوانة الآخرين. محدش بيفضل على حاله. بدري بدري وجربي تاني، حتى لو عدت سنين طويلة، حتى لو انتوا بدأتي تقفلي منه، حتى لو بدأتي تحسي ان هو اوكي، هو بس اللي بيصرف على البيت وخلصنا. دي مش هتبقى عيشة، مش هتبقى عيشة. وإذا ان انتوا الاتنين قاعدين مع بعض وستيل مكملين مع بعض، لو سمحتي حاولي مش تيجي على نفسك، بس اللي هي توضبي جواكي بحيث انك ترجعي تعملي محاولة. جابت نتيجة خير وبركة، ما جابتش النتيجة خلاص يفضل الوضع كما هو عليه، بس على الأقل تبقي حاولتي. يمكن يكون الجرح اللي جواكي كبير، ممكن يكون موجوعة، ممكن يكون تعبك كتير وجرحك كتير، ويعني ما خليش حتة جواكي. بس لو دورتي حقيقي هتلاقي لسه في حتت. مفيش شخص سيء بالكامل بدون نقطة حلوة في الموضوع. فمعلش، بدل ما نقعد نفكر بانه يبيض يسود، ودي واحدة من اخطاء التفكير الفظيعة الكبيرة، انه بنعمل ايه بين احد القطبين، يبيض يسود، لو ما كانش ابيض يبقى اسود، يبيض بالكامل يسود بالكامل. والحقيقة انه مفيش حد لا ابيض بالكامل ولا اسود بالكامل. كل واحد فيه نقط حلوة كتيرة ونقط وحشة اكتر، مش بقول لا، بس بنحاول ان احنا نعيد تاني ترتيب الحياة. لو لسه مكملين مع بعض حاولي. هتقولي لي طب واشمعنى هو ما يحاولش؟ مش هضحك عليك، الراجل عنده حتة كبرياء انه طالما انت قفلتي فانت خلاص مش عايزاه، فهو بيتعامل على هذا الاساس. في رجالة كمان بتحب ايه، ما تبدأي انت وتجربي، ما تحاولي، طب شوفي كده الوضع هيبقى عامل ازاي. الرجالة مش كتير اللي بيحاول وبيدور ويبقى عنده استعداد يعيد تاني بناء علاقة. مش الرجالة اللي بتحاول تعمل كده، احنا اشطر. وبقولها صراحة من غير ما الرجالة تزعل، طبعا في رجالة بتحاول، بس احنا اشطر في الحتة دي. في ستات رائعة في الحتة دي، وطبعا في رجالة رائعة في الحتة دي، بس الأكترية الستات. فخلينا نستخدم مهاراتنا في ان احنا نحاول تاني بناء علاقات جديدة. نحاول تاني طالما لسه مكملين مع بعض، يبقى لسه في فرصة، يبقى لسه في حتة، لسه في حتة ولو قد كده صغيرة. خلونا نحاول تاني. سلام، اشوفكم المرة اللي جاية.